عارف انك بقالك كتير قوي عمال بتدور على طريقة حماية حسابك من الحظر، لان كل شوية بقى كلب من كلاب الفينش بيطير رقمك وانت تفكه ويطيرك تاني، او الشركة بتطيرك بدون سبب. فانا النهاردة جبتلك الحل الوحيد اللي هيخلي رقمك متوثق في الشركة، سواء بقى اي حد هيطيرك فينش او عكس، او الشركة نفسها محدش هيطيرك تاني بعد الفيديو ده. عايزك بس تقدرني زي ما انا بقدرك، لان انا اي فيديو بنزله لك اعرف ان هو مفيد ليك انت، وانا مش هتعب نفسي في التصوير او المونتاج عشان انزل لك واجيب ريتش وكده، لا طبعا انا بنزل حاجه تفيدك انت. تمام؟ زي ما احنا متعودين نروح على الانترو ونرجع على الشرح تاني على طول. ورجعنا تاني بعد الانترو، وعايز اقول لك ان الفيديو ده مهم ليك انت. ليه بقى؟ قبل اي حاجه كده زي ما احنا متعودين، صلي على النبي واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا الفيديو ده مهم جدا لان ناس كتير قوي مننا فاتحين واتساب عشان حاجات مهمه كتير، منهم اللي فتح عشان شغل، منهم اللي فتح عشان دراسة، ومنهم اللي فتح عشان يتواصل مع حد برا مصر او جوا مصر. المهم يعني ان احنا كلنا فاتحين عشان حاجة مهمة، صح؟ طيب انت بقى واحد من الناس دي كل شوية رقمك يتحظر بدون سبب، او حد مستقصدك كل ما انت تفكه ويطيرك تاني وكده، وانت بقى زهقت طبعا ان كل شوية رقمك يتحظر، وبتدور على طريقة تشتغل معاك رقم ما يتحظرش تاني، وبرضه كل ما تجرب طريقة انت تلاقيها مش شغالة او رقمك يتحظر تاني وكده. فانا خلاص جبت لك الفيديو المناسب والحل الوحيد ليك، وطبعا انا مجرب قبل ما انزل. تمام؟ فعايزك قبل ما نبدأ في الشرح، الطريقة لو اشتغلت معاك تنزل تكتب في الكومنتات ان هي اشتغلت. ليه بقى؟ لان ناس كتير جدا بيشوفوا التعليقات، طبعا لما يشوفوا ان في تعليقات ايجابية على الفيديو طبعا بيعرفوا ان الفيديو ده مهم جدا او الفيديو ده مفيد، فيدخلوا يتفرجوا على الفيديو ويستفاد من الفيديو زي ما انت استفدت من الفيديو. تمام؟ فمبدئيا كده احنا ندخل في الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم. اولا انت هتجيب رقمك اللي عايز تحميه وتفتحه على نسخة واتساب الاعمال بتاع المتجر. تمام؟ بعد ما تفتحه كده هتروح على البروفايل، تدخل على الاعدادات وتفتح البروفايل بتاعك، هتدوس على كلمة الحساب، هنعمل له حذف حساب. تمام؟ بعدين دوس على اخر واحدة اللي هي حذف الحساب، هيفتح لك بقى الواجهة دي، وهتكتب هنا رقمك اللي انت عايز تعمل له حذف حساب او اللي انت عايز تحميه من الحظر. تمام؟ بعد ما تكتب الرقم هتدوس على كلمة حذف الحساب، هيجيلك بقى واجهة تانية بعدها يقولك ما هو سبب حذف حسابك، هتكتب او هتختار سأحذف حسابي مؤقتا. تمام؟ هيجيب لك برضو ما هو سبب حذف الحساب، فهتحط الكود اللي انا سايبه لك تحت في الوصف، هسيب لك الكود ده تحت في الوصف. تمام؟ هتاخده نسخ وتحطه في سبب الحذف، بعدين تدوس على كلمة حذف الحساب، هيتحذف معاك بدون اي مشاكل. بعدين تدخل رقمك تاني تسجله في واتساب الاعمال. تمام؟ هيتفتح معاك بقى كأنه لسه جديد متسجل في واتس. تمام؟ هيبقى مفيش اي جروبات ولا في اي شتات ولا في اي حاجة. تمام؟ هتفتح بقى البروفايل بتاعك، هتحط بقى الاسم بتاعك عادي. تمام؟ احنا دلوقتي هنشتغل على ديت بس. تمام؟ اي حاجة تحت ما لكش دعوة بيها. طيب هتحط بقى اي صورة من عندك، ما تسيبهاش فاضية، حط اي صورة عجباك عادي. تمام؟ وتحط الاسم بتاعك والنشاط التجاري، عايز بقى تعمله سيارات، فنون، تعليم، اي حاجة عادي. انا حاططها نشاط تجاري اخر، عايز تحطها زي ما انا حاططها نشاط تجاري اخر برضو عادي. تمام؟ الوصف بقى تحط برضو اي وصف، هنفترض مثلا ان احنا هنحط الجملة بتاعتنا اللي هي بتاعت عامل قلق لاي حد اتخلق. تمام؟ ونعمل لها حفظ، هتتحفظ معاك وتتحط بدون اي مشاكل زي ما انت شايف كده. تمام؟ اللي بعدها حاجة اسمها عنوان النشاط التجاري، انت تحط العنوان بتاعك او اي عنوان عادي، مش شرط العنوان بتاعك الاصلي. تمام؟ هنفترض مثلا ان احنا هنكتب المحلة الكبرى، انا من المحلة ويشرفني اي حد من المحلة بيتابعني او بره المحلة او بره مصر خالص، فانا طبعا يعني ده يشرفني جدا ان انت بتتابعني. تمام؟ هنكتب كده المحلة الكبرى وتدوس على كلمة حفظ، كده اتحفظت معاك برضه بدون اي مشاكل. اللي بعدها حاجة اسمها ساعات العمل، هتدوس على كلمة الجدول دي وتختار تاني واحدة اللي هي مفتوح دائما، كده كله متفعل مفتوح على مدار اليوم. تمام؟ كل الايام مفتوحة على مدار اليوم، انت مالكش دعوة بقى، انت هتسيبها بس متفعلة كده وتدوس على كلمة حفظ، كده اتحفظت معاك برضو بدون اي مشاكل. تمام؟ لسه عندنا اخر حاجتين اللي هو البريد الالكتروني وموقع الويب، هتدوس بقى على البريد الالكتروني ده وتحط البريد الالكتروني بتاع شركة واتساب الاصلي اللي هو ده. تمام؟ طبعا برضو هسيب لك البريد ده تحت في الوصف، هتدوس حفظ، هتحفظ برضو معاك بدون اي مشاكل. كده اتحفظ معاك. اخر حاجة بقى اللي هي موقع الويب،
هنا بقى عايز تضيف اي حاجة، يعني اي حاجة تخصك حطها هنا عادي. عايز تضيف الواتساب، لينك تاني الواتساب بتاعك، عايز تضيف مثلا الفيسبوك بتاعك او الماسنجر او انستا، اي حاجة عايز تحط اللينك بتاعها حطها هنا عادي. هنفترض مثلا ان انا هحط لينك القناة بتاعتي اللي هي بتاعت التليجرام، هتتحفظ برضو عادي. تمام. في حاجة تحتها اسمها اضافة موقع ويب اخر، ده لو انت عايز تضيف اي موقع تاني كمان عايز تضيفه برضو عادي. احنا دلوقتي ضفنا عادي يعني واحد، مش لازم نضيف اكتر. تمام. دلوقتي عندك حاجة تحت كده اسمها المنتجات، برضو دي مالكش دعوة بيها، احنا كل الشغل من اول الاسم لحد موقع الويب. تمام. هتطلع بقى بره كده وتختار تاني كلمة الحساب. تمام. بعدين هتختار التحقق بخطوتين، ديت لازم تفعلها. تمام. هتدوس عليها وهتلاقيها طبعا مش متفعلة عندك، فانت هتعمل كلمة تشغيل ديت هتدوس عليها. طبعا دلوقتي الشاشة لونها اسود لان ما ينفعش الحاجات ديت تظهر. تمام. فانت مثلا هيظهر لك قم بانشاء رقم تعريف شخصي مكون من 6 ارقام يسهل عليك تذكره. هتحط اي 6 ارقام يكونوا سهلين عليك انك تحفظهم او تفتكرهم يعني على طول. تمام. هتفترض مثلا ان احنا هنحط كله 6 صفار. تمام. هيقول لك اكده تاني فتحط 6 صفار، هيقول لك كده تم تأكيد رقم التعريف الشخصي الخاص بك. تمام. عايز بقى تحط بريد الكتروني عشان لو انت نسيت الرمز ده وترجعه تاني برضو عادي. مش عايز تضيف برضو عادي. تمام. هتدوس على كلمة تخطي وكده يبقى تم تفعيل التحقق بخطوتين. عايز تغير الرقم هتغيره، عايز توقفها هتوقفها، بس احنا طبعا جايين هنا عشان نحمي الحساب فهتسيبها زي ما هي شغالة. تمام. كده انت بقى رقمك شغال في الواتساب بدون ما حد يحظره. تمام. يعني روح بقى للكلب اللي كان بيطيرك يقول له خد رقمي، جرب طياره كده تاني او جرب تعكس عليه، مش هيتحذر ولا هيطير اصلا معاه، هيرفض معاه على طول. تمام. وبس كده زي ما انت بقى استفدت من الفيديو وفيد غيرك، خد اللينك شيره، يعني ما تبخلش عليا برضو باللايك والكومنت واشترك في القناه وانت مش مشترك. انا طبعا اي فيديو بنزله لك انا بكون تعبان في الفيديو ده وببقى منزل لك الحاجه، انا ببقى مجربها قبل ما انزلها. تمام. عشان برضو المصداقيه وكده. وبس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وهنشوف الشكو على خير الفيديو الجاي. سلام.